مبروك كابتن عز، مبروك الف مبروك كابتن فايز، مبروك الف مبروك يا هيما والله. اتفضل يا كابتن بركات. طيب خلينا نقول ألف مبروك للشعب المصري، لقيادات الشعب المصري، لسيادة الرئيس. طبعا فرحة كبيرة جدا بالنسبة لنا الوصول لكأس العالم. يعني ده دايما بيبقى حلمنا، ودايما بنقول إن احنا نستحق. عندنا اللعيبة وعندنا القدرات وعندنا حلم دلوقتي الفترة الأخيرة إن احنا نبقى متواجدين بصفة مستمرة. المسافات ما بقتش بتبعد زي الأول. أنت الأول كنت بتتكلم 34 وبعد كده 90. احنا 18 كنا متواجدين، ما كناش موجودين البطوله اللي فاتت، بس خلاص على ضربه جزاء ما كنتش موجود. المره دي انت بتبقى موجود تحت قياده مدرب وطني كابتن حسام حسن، اشتغل بشكل كويس. زي ما انت بتقول وصل، وده يعني حاجه كبيره جدا بالنسبه له. وانا مقدر فرحته النهارده عامله ازاي، ان هو بعد ما وصل كلاعب النهارده بيوصل بمنتخب مصر كمدير فني، ويبقى تاني مدير فني مصري بعد الكابتن جوهري، لان كان في كوبر وكان في 34 كان راجل اسكتلندي هو اللي ماسك، فكان اجنبي برضه. فالكابتن حسام اشتغل على التصفيات بشكل كويس. كل الدعم الفتره الجايه للكابتن حسام حسن. ونرجع ونقول للكابتن حسام ادى الماتشات حقها. ما حدش يتكلم على ان التصفيات سهله، ان الفرق في المتناول، ما فيش الكلام دوت. احنا ياما اتقرصنا من منتخبات صغيره. كابتن حسام يستاهل كل تقدير، وان شاء الله المهم زي ما انت قلت برضه يا ابراهيم ان احنا نظهر بمظهر كويس في بطوله كاس العالم. نفسنا ان احنا نتخطى بقى مثلا الدور الاول، نبتدي نشوف عندنا لعيبه كبيره ولعيبه عالميه، والتجربه الاساسيه اللي هتبقى يعني قدام الناس كلها اختبار كاس افريقيا في المغرب. هو دوت اللي هيدينا التفاؤل ان احنا ممكن نعمل حاجه ان شاء الله في امريكا وكندا والمكسيك ان شاء الله باذن الله. شيكا مبروك الف مبروك. ما